ابراهيم عيسى محسوب على ساويرس، وساويرس بيتأذي، وهو جبهة الرئيس المصريين الأحرار تهدد ساويرس بفتح ملفات مؤلمة. دخلوا خدوا منه الحزب اللي هو صرف عليه مليارات مش هزار يعني، خدوه منه وحصل نزاع وبين جبهة ساويرس وجبهة عصام خليل، وصلت للترشح الإعلامي. جبهة خليل قالت كنا نلتزم أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع من يشوهون الحزب والوطن وقيادته السياسية والقضاء، فيجب أن يعلموا قدرنا أو قدرتنا على فتح ملفات مؤلمة. يعني احنا عندنا ملفات ليك يا أخ ساويرس ممكن نقلبها عليك. ده بسبب الانقلاب اللي حصل وسط تعتيم إعلامي. المصريين الأحرار ينقلب على ساويرس ويقصي معارضيه، أقصوا كل معارضي عصام خليل، ورموا ساويرس واتطرد من الحزب اللي هو صرف عليه مليارات، صرف عليه، عمل منه بني ادمين، جاب ناس من الشارع ملهاش ثمن. محمد ابو حامد ده في انتخابات مجلس 2012 والانتخابات ده اللي صرف عليه ساويرس. اللي عمل محمد ابو حامد ده بني ادم ساويرس. ده محمد ابو حامد ده كان ماشي عربيات في شوارع الزمالك تعمل اعلانات ليه، عربيات عليها بنرات كبيره وبتاع منوره. محمد ابو حامد حرامي الموبايل في جامع الحصري، خلاص، اللي مش راجل اصلا، اللي صرف عليه ساويرس، اتقلبوا عليه وطيروه من الحزب. فكتب ساويرس لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. يا سلام يا سلام. واحد ده ساويرس ده بقى ايه؟ انا عايزك تبص على صورة جبهة الإنقاذ. ساويرس ده كان ايه؟ الراعي الرسمي. وبرضه أؤكد إن أنا مش شمتان في ساويرس عشان بس نخلص. الشماتة دي شغلة واحد مريض نفسيا، إنما أنت بتتفرج. خلاص، تعالوا نشوف بقى أهو درس جديد لكل ده بقى الأستاذ يسري فودة. أنا بس يعني زعلان على الأستاذ يسري فودة قوي، لأني كنت أتوقع إن يسري فودة ما يعملش العملة السوداء دي. يسري انت كنت اعلى كتير جدا، مقامك اعلى من انك انت تشمت في واحد زي ساويرس او في واحد زي ابراهيم عيسى. يسري فودة كتب بيقول كده: درس جديد لكل من يعتقد ان نار الاستبداد لا تحرق الا الخصوم. نار الاستبداد لا نهاية لها الى ان يأكل بعضها بعضا ان لم يجد ما يأكله. ده بيتكلم شمتان في مين؟ شمتان في ساويرس. انا بس عايز اسأل يسري فودة، وحضرتك الدرس ده كن اخباره ايه معاك بعد قيام ثوره 30 ثانيه؟ مش حضرتك يا استاذ يسري اللي كنت مستنيها اللهم بلغنا 30 ثانيه؟ مش حضرتك اللي رحت مخصوص تشكر السيسي عشان نقلك بالطياره من الحادثه؟ مش حضرتك كنت قاعد في مذبحه رابعه برضه ولا احنا كنا نايمين؟ الدرس ده المفروض ليك انت، ومفروض طالما انت اكلت المقلب ده قبل ساويرس المفروض ما كنتش تعايره بصراحه. اصلك انت محسسني يا يسري ان انت يعني كنت فاهم الفوله من اولها من قبل 30 من 15/6. ده انت كنت مستنيه، ده انت كنت معاهم راسين في طاقيه. مشيها كده يا سوسكا. جاي دلوقتي ترسم على ساويرس ان انت كنت نبيه قوي وعارف ان دي نار هتاكل خصومها. ما انت خصومها. ما علينا. المصريين الاحرار طلع بيان، صوره من بيان مجلس امناء اهو. قال لك: في هذا الوقت الحرج الذي استعرض فيه بعض القضايا الوطنيه الدقيقه لاختيار حاسم امام كذا ومجلس النواب وتبين كذا ومش عارف ايه، بيبادر رئيس الحزب المصري الاحرار بمعاونه عدد من مساعدهم في الحصول على مواقع برلمانيه مرموقه واخرين من قيادات الحزب بعقد جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل لائحه الحزب مخالفا بذلك النص الماده 59 من اللائحه. يا عم سيبهم ياكلوا بعض، يا عم سيبهم ياكلوا بعض. على كل حال دي مش بس اول ضربه لساويرس. ساويرس خد ضربه قبل كده، ان انا كنت عارف، انا اشتغلت مع المهندس نجيب ساويرس واشتغلت معاه في قناه OTV قبل اون، واتعاملت معاه يعني وجها لوجه واعرفه كويس. راجل بيزنس مان ما بيهزرش يعني، وعارف بيلعب ازاي في الحكومه، وبينه وبينه قصه كبيره قوي، وعارف ان هو كان غالي عليه قوي اون تي في جدا، وزيه زي حسن راتب وزي ابو العينين وزي الناس دي بيعتبروا القنوات دي ضغط على الحكومه، يعني عايز بيزنس. وانا استخدمت في حاجه زي كده، وقالها لي ببقه يعني، وينكر لو يقدر ينكر الواقع اللي بينه وبينه. كان بيستخدم قناته عشان يمشي بيزنس، ويستخدم مذيعين وهم ما يعرفوش عشان يمشي بيزنس. فالقناه كانت عنده مهمه،
فجاه يقولوا كده بقول لك يا ساويرس بيع اون تي في لمين؟ لطفل الانابيب ابو هشيمه. باعها. انا قعدت في المكتب ده يا جماعه على الكرسي ده. باعها لابو هشيمه زي ما الصوره دي بتقول كده. بعد ما باعوه، بعد ما بيعوه اون تي في، ده وده صوره والده اللي ورا دي واللي تحت برضو. فالمهم يعني بيعوه الاثنين دول، بيعوه القناه للواد ده. ايه بقى الرقم؟ محدش يعرف، بس ساويرس باع في صمت تام. مش بس كده، ساويرس كان مساهم في جريده الدستور، فراحوا مبيعوه كمان الدستور. الدستور النهارده اتباعت لناس من رضا ادوار، راحت لناس تانية ما نعرفهمش. اهو قصقصه ريش ساويرس لا زال مستمرا. بيع الدستور بعد وقف عيسى وطرده من المصريين. يعني طردوه من حزب المصريين الاحرار، الاول بيعوه قناه اون تي في وطردوه حزب المصريين الاحرار، وبعدين النهارده بيعوه الدستور. اعلن رضا ادوارد رئيس مجلس اداره جريده الدستور بيعه للصحيفه لملاك جدد. غريبه جدا، يعني ايه ملاك جدد؟ وانه تم نقل ملكيتها بدءا من 1 يناير، فيما تم تعيين الدكتور محمد، معرفش دكتور امتى، محمد الباز ده رئيسا لمجلس اداره التحرير كذا الجريده، يعني بدايه من هذا التاريخ. ويؤكد مراقبون ان هذا الاجراء تم للضغط على رجل الاعمال ساويرس الذي يمول الصحيفه والحد من نفوذه الاعلامي بعد تعارض مصالحه مع مصالح فتاح السيسي. وبحسب الموقع المعارض ياتي القرار بعد انقلاب ناعم نفذته جهات سياديه في حزب المصريين الاحرار والاطاحه بالهيئه العليا للحزب. الاستاذ سليم عزوز الحقيقه له بوست رائع جدا في القصه دي. المعلم سليم عزوز يكتب البوست كده يكيفك قوي. قال لك جريده الشروق وقف برنامج ابراهيم عيسى ابتداء من الغد، يعني النبأ جه كده، انها نهايه دوله نجيب. اول امس اجبروا على بيع اون تي في، امس اخذوا منه الحزب، اليوم جردوه من اهم اسلحته ابراهيم عيسى، فاضل له جورنان واحد وحصه في المصري اليوم وبعدها يطلع على مكملين. ماشي يا استاذ ابراهيم، ماشي يا استاذ سليم، يعني قصدك ان نجيب هيجي لنا مكملين؟ يا لهوي لو جالنا مكملين. هوبا هوبا. لا مش عايز ابراهيم عيسى. انت عايز ابراهيم عيسى؟ خلاص الاستاذ ابراهيم عيسى كويس يجي معانا ماشي اوكي، بس انا عايز نجيب بصراحه. بس بقول لك يا باشمهندس نجيب، ما تيجي ونشتغل مع بعض زي زمان، بس تبقى في الطف ده بقى، ما انت اتكلت اهو، ما هم كلوك يا معلم هناك، انت لسه هتلعب معاهم. تعال لنا بقى يا معلم وناخد بقى المبالغ اللي بيقول عليها احمد موسى وصوت الام ونلعب بقى، نلعب. اشتري عربيه، اجيب عربيه يا سوسكا على الاقل. والله يا سلام لو جالنا، مش الراجل احمد الشناف خش على نجيب تقول له عايز عربيه يا باشمهندس، يقول لك عايز عربيه. واحد صاحبي بيكلمني من كام يوم، استاذ بهاء، وبيقول لي ما تشتري لك عربيه بقى، عيب تركب مواصلات. قلت له منين بقى؟ قال لي اكلم لك احمد شناف يعمل لك سلفه. استلف ثمن عربيه واسدد على ايه؟ على كام شهر؟ ما علينا يعني. لو جالنا نجيب بقى اوبا، نعمل انقلاب ناعم، نطير الشناف ونبقى احنا في الليله بقى. ما علينا. على كل حال تعالوا نشوف فيديو ارشيفي للسيسي وهو متضايق قوي من الاعلام، هو ده مشكلته الاعلام. نشوفه كده مع بعض. بس انا بقول اللي من بيسمعني ويهمه مصلحه مصر، اللي انت بتقوله زي ما قلت كده ان اللي قتل روجيني هي اجهزه الامن، وبشكل او باخر ده كان ليه اثار سلبيه في علاقتنا مع ايطاليا. زي ما تكلمت كده وكلمت عن سقوط الطائره الروسيه وكان ليها اثار مش مريحه، ونفس الكلام على يعني مسائل كتير. ننتبه يعني. صحيح ما فيش وزير للاعلام، لان انا احترمت التجربه واحترمت الدستور والقانون، لكن انتوا في الاخر دي بلدكم ومسؤوليتنا كلنا ان احنا نخلي بالنا منها. يمكن حد تاني يقول لي انت يعني ليه بتطول بالك كده؟ طبعا لازم اطول بالي، لانه اهلي، المصريين اهلي. المصريين ايه؟ اهلي، كل المصريين اهلي. هو الحقيقه تعبان من الاعلام، هو الحقيقه تعبان من الاعلام جدا، وهو الحقيقه عايز يعمل اعلام عبد الناصر، اعلام الصوت الواحد. عشان كده بقول لحضرتك اوعى تشمت في ان ابراهيم عيسى اختفى، ولا يسري فوده، ولا ليليان داود، ولا ريم ماجد، وانا عارف ان بيننا وبين الناس دي مشاكل، والناس دي هي اللي صنعت الانقلاب.
بس الحقيقه هيفضلك لو دول مشوا باقي لك خميس الحديدي، وخميس الحديدي هي اللي صنعت الانقلاب. خميس